السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو السريع اللي غادي نتناولوا فيه مستجدات ما يحدث الآن في المعبر قرقرات، حيث تقدمت القوات المسلحة الملكية الباسلة لتطهير المنطقة من مرتزقة البوليساريو الذين هربوا كالفئران كالجردان من المعبر بعد أن قاموا بإضرام النيران في الإطارات والخيام التي أقاموها في المنطقة العازلة كما تشاهدون في هذه الصورة الحصرية التي نذيعها لكم. طبعا ستكون هناك تفاصيل أخرى حول ما يحصل. الأخبار الواردة الآن تفيد بهروب قطعان المرتزقة. أهيب بمتابعينا الكرام على عدم الانجرار أو الانسياق وراء بروباغندا المرتزقة، لأنهم ينشرون الآن بمساندة الذباب الإلكتروني الجزائري حملة بالأخبار الزائفة والكاذبة. اليقين والخبر الصريح سوف يكون عندنا الآن في قناة أنستيوب وفي الوسائل الرسمية المغربية. إذا أعيد وأكرر أن العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية منذ فجر اليوم قد تكللت بالنجاح وتم تطهير المنطقة، وتقوم الآن القوات المسلحة بتمديد الجدار وتأمين الثغرات التي يتسلل منها مرتزقة البوليساريو. وسوف نوافيكم بالتفاصيل الأخرى قريبا إن شاء الله فور توفرها.